مرحبين. تمام، هيطلبوا أجل للطلاق، سواء بقى الجاني مسلم مسيحي يهودي، لا يجب أن نستأصلها من المجتمع. لكن هي قضية إنسانية، لما عرفتها أنا اتهزيت زي ما كل الرأي العام اتهز. مكتبي رايح كله بكرة، هجيب حقه أيا كان المتهم ده مين. المستشار مرتضى منصور، حق ياسين لازم يرجع. رشوة 5 مليون أو وزن الطفل ذهب مقابل سكوت أسرة ياسين. المستشار مرتضى منصور بيعلن توليه قضية الطفل ياسين، خاصة بعد تداول هاشتاج حق ياسين لازم يرجع، وتضامن كل الناس مع الطفل وطالبوا بالقصاص من الجاني. وده بعد تستر المدرسة وإدارتها على الحادث، وبعد ما تم الكشف الطبي على الطفل واللي ثبت منه إنه عنده تهتك كامل في فتحة الشرج واتساع وصل ل1 سنتي. وده طبعا بعد ما لاحظت الأم مشاكل عند ابنها في عملية التبرز، لكن إدارة المدرسة والعاملين بينكروا، وللأسف عايزين يحولوا القضية لاضطهاد ديني، لأن المدرسة والمديرة والموظف العجوز مسيحيين والطفل الضحية مسلم. ده طبعا بعد ما فشلوا في انهم يسكتوا اهل الطفل باي طريقة، عرضوا عليهم كل السبل للترضية علشان يكتموا على الجريمة، واخرها مبلغ مالي ضخم وصل 5 مليون جنيه، لكن اسرة الطفل رفضت واتمسكت بحقها. الطفل اتعرف على العجوز من وسط 4 اشخاص وقال ده اللي عمل فيا كده. اعترافات ياسين بتؤكد ان الجريمة مكتملة الاركان، مشترك فيها الوحش اللي عنده 80 سنة، ومديرة المدرسة اللي ترمخت على الموضوع، والدادة اللي مسؤولة عن نظافة الأطفال واللي كانت بتسحبه بنفسها، كمان المدرسة اللي كانت عارفة وبتسهل خروج الطفل من الفصل كل مرة لمدة سنة كاملة. المشكلة مش بس في الجريمة نفسها، لكن كمان في التواطؤ من بعض الجهات. المباحث حاولوا يغطوا الموضوع في البداية، والنيابة العامة كانت بتسكت عن القضية رغم وجود أدلة واضحة. يعني الطفل كان عنده إصابات وأدلة طبية بتأكد إنه تعرض لاعتداء جسدي، طبعا لأن المدرسة دي تبع الكنيسة الأرثوذكسية، وتحديدا للمطرانية في البحيرة اللي كانت ملك الأنبا بخميوس اللي توفى مؤخرا. يعني كل ده علشان الجناه من اخواتنا المسيحيين. طب لو الآية اتعكست والمجني عليه ده هو اللي مسيحي والجناه مسلمين، هل كنا هنسكت برضو؟ الموضوع ده خلى ناس كتير يتضامنوا مع الطفل ياسين، منهم الممثلة رحمة أحمد والمحامي مرتضى منصور، واللي تعهدوا إنهم يساعدوا الطفل ويقفوا معاه في محنته. ورغم كده كان في محاولات لتغطية الجريمة سواء من المدرسة أو من بعض المسؤولين. ومن ضمن الحاجات الغريبة اللي حصلت في القضية دي إنهم حاولوا عرض وزن الطفل ذهب على أسرة الطفل علشان يتنازلوا عن القضية، لكن طبعا ده اترفض. كمان المدرسة قفلت باب الجراج اللي كانت مركونة فيه العربية اللي المتوحش العجوز كان بيمارس فيها قذوراته، قفلتها بالطوب الأحمر علشان يطمسوا الأدلة. في محاولات كتير لطمس الأدلة من خلال إغلاق الأماكن اللي كانت بتدل على وقوع الجريمة، وكمان في محاولات من الكنيسة نفسها للتهرب من المسؤولية وحماية صورتها. القضية أثارت غضب كبير سواء من المسيحيين أو غيرهم، وده بسبب محاولة الكنيسة تبرير الأمر وتهدئة الموقف. بعض الأشخاص حاولوا يبرروا السكوت على القضية بحجة الستر، لكن ده خلق جدل واسع جدا لأن الناس كانت مصدومة من تجاهل معاناة الطفل. كتير من الصحفيين والمفكرين اتكلموا عن الفساد داخل الكنيسة، ودي كانت نقطة صراع كبيرة في الموضوع. في النهاية القضية دخلت المحاكم والمتهمين هيتحاكموا في الجنايات، لكن القضية مش مجرد جريمة فردية، دي قضية بتعكس طريقة التعامل مع مشاكل كبيرة جدا داخل المؤسسات، خصوصا لما تكون الكنيسة أو أي مؤسسة دينية متورطة. أنا كده وصلت لنهاية حكاية النهاردة، أتمنى تشاركوني بتعليقاتكم زي ما تعودنا، وأشوفكم في حكاية جديدة من حكايات المشاهير. سلام.